يكسب اي حد في الدايره بتاع نص الملعب 6 8 10 يكسبها. لا مش تفرق بقى التيشيرت بس تفرق كلاعب. انا كده لسه بحب زيزو يعني. بن شرقي جامد بصراحه بس قلنا حد بقى يعني خلاص كفايه. بسم الله. عامل ايه؟ الحمد لله. بتشجع مين محلي؟ شجع الزمالك. مقارنه سريعه من تشكيله الاهلي والزمالك، جاهز؟ جاهز يلا. مصطفى شوبير ولا محمد عواد؟ لا مصطفى شوبير يكسب. اشمعنى؟ يعني شوبير لسه قدامه كتير وبعدين اثبت نفسه من اول ما نزل يعني. شوبير اول ما خد الفرصه استغلها، افريقيا بقى الاهلي دوري عادي فعمل كتير. عمر جابر ولا محمد هاني؟ اتنين زي بعض بس عمر جابر الفتره اللي فاتت دي كلها فايق قوي كمان يعني، عكس هاني خالص. هاني مش موجود اصلا خالص. عمر جابر يعني عامل تاثير الموسم ده مع الزمالك جامد يعني. مثلا ممكن تلاقي 12 اسيست او 13 اسيست، خصوصا الاسيست بتاع نهائي بتاع السوبر الافريقي كمان. حسام عبد المجيد ولا اشرف داري؟ لا حسام عبد المجيد بصراحه. اشرف داري مش ثابت على مستواه، ماتش حلو و10 لا بصراحه، لكن حسام عبد المجيد هو كويس بصراحه. ياسر ابراهيم ولا الونش؟ الونش طبعا. الونش اقدم بكتير واحسن. الونش طبعا. الونش طب الونش اقدم بس هل واحسن؟ الونش احسن بكتير. الونش احسن بمراحل، يشيل الدفاع ورا لوحده. ياسر لازم تبقى يعني من الاخر كده لازم حد جنبه زي عبد المنعم، لان ياسر مثلا ما يشيلش الدفاع وجنبه ناشئ زي حسام عبد المجيد. لا بس انت جيت في عمر جابر وقلت لي جمله حلوه قوي، عمر جابر فايق الفتره دي قوي. انت عايز تقنعني او بلاش، هل انت مش شايف ان ياسر الفتره دي اداؤه احسن من الونش؟ لا. محمود بنتايج ولا الوافد الجديد محمد شكري؟ هو محمد شكري جامد بصراحه كاجوان واسيستات ورجليه تقيل قوي، بس بنتايج لا، بنتايج يكسب بصراحه. خبرات، لعيب جامد قوي، عنده حلول كتير ومهاري وبيقدر يلعب في اكتر من مكان يعني، بيلعب باك وبيلعب هاف الاثنين. الزمالك استخدمه كتير في الهاف وفي الباك. هو اول ماتش ليه قدام الاهلي اثبت ان هو باك ليفت بقاله 100 سنه في النادي. انت قلت لي انك زملكاوي صح كده؟ طب كويس. ديانج ولا محمد شحاته؟ لا ديانج بصراحه المره دي. حقاني والله ديانج. ديانج بصراحه لسه شحاته قدامه كتير بس ديانج جامد بصراحه، الله اكبر عليه. محمد علي بن رمضان ولا احمد حمدي؟ هنختار بن رمضان عشان هو الفتره دي بصراحه 10 على 10، حتى مع الاهلي في كاس العالم للانديه جايب جون جامد يعني. امام عاشور ولا ناصر ماهر؟ لا امام عاشور. امام عاشور يكسب اي حد في الدايره بتاع نص الملعب 6 8 10 يكسبها. امام عاشور ولا عبد الله السعيد؟ لا هو بص ده حاجه وده حاجه. لو هقارن مثلا، هو امام في السن بتاع امام عاشور ده اللي عبد الله السعيد كان فيه كان توب، لكن عبد الله السعيد دلوقتي بيختم مسيرته، فصعب ان انا اقارن الاثنين دول ببعض. اظلم عبد الله. تشوف مين فيهم الاحسن برضه؟ صعبه دي. اقول لك بقى كارقام وتاريخ، اقول لك عبد الله السعيد اكيد. ماشي. عشان كده بقول لك واحد لسه بيبدا مسيرته والتاني خلاص يعني هانت سنه ولا حاجه وهيني، فخلاص. زيزو ولا الوافد الجديد شيكو؟ وانت سالتني المره اللي فاتت كنت بقول لك زيزو يكسب اي حد، فانا هكمل على نفس الاجابه، زيزو يكسب اي حد. انت زملكاوي وزيزو في الاهلي. لا مش تفرق بقى التيشيرت بس تفرق كلاعب. انا كده لسه بحب زيزو يعني. بن شرقي ولا الوافد الجديد ادم كايد؟ خدته من الفرقه كلها كده خلي بالك. بن شرقي. بن شرقي انا لسه ما اعرفش اي حاجه عن الوافد الجديد ده وما بقتنعش في فيديوهات. مش لاك ده كان جاي كان راكب مكنه ريس مع الزمالك ما عملش اي حاجه. بن شرقي جامد بصراحه بس قلنا حد بقى يعني خلاص كفايه. شايف ان بن شرقي مع الاهلي لحد الان مادي اداء كويس ولا لسه ما جابش ربع اداؤه مع الزمالك؟ لا هو عشان بن شرقي معدل السن بتاعه خلاص عدى شويه، بس مش هتلاقي نفس الايجابيه والكلام ده كله، بس هو مؤثر مع الاهلي. يعني انت خدت الدوري مثلا زي ما انت بتاخد الدوري افريقيا، يعني هو تقريبا ما لعبش معاكم افريقيا اصلا، فاعتقد ان اي بطوله هيشارك فيها مع الاهلي هيكون مؤثر. محمد شريف ولا ناصر منسي؟ والاثنين مصريين. اعتبرني انا اللي بسالك بقى. ايه ده تقييمك ايه؟ اختار ناصر منسي طبعا. ناصر منسي طبعا، الراجل كل وقت بتحتاجه بينزل 5 دقايق بيجيب جون. اهلي بقى زمالك بيراميدز اي بطوله بينزل، انا ناصر منسي ده بينزل 5 دقايق بجون. ماتش السوبر نزل جاب جون، بيراميدز بتاع الكاس الاخير كانش لينا ملامح في الملعب جايب جون عالمي. فلا ناصر طبعا. بص انا مش هختلف معاك لان ناصر منسي على قد ما هو بني ادم بسيط جدا على قد ما هو فعلا فعال في ارض الملعب بصراحه. بس انا شريف لسه جايب جونين امبارح. ده ماتش ودي مش رسمي معلوش ضغط، حتى الاستوديو التحليلي قال لك امبارح، قال لك شريف جايب الاجوان دي عشان ما فيش ضغط زي بن شرقي. قال لك بن شرقي الماتش ده لو فيه جمهور وفيه ضغط مش هيحطها بنفس الدقه دي، انت ما حدش بيضغط عليك، ضيعتها هسقف لك، جبتها جون هسقف لك عادي. ايه طموحاتك كزملكاوي السنه دي؟ يعني عايزين نبتديها بالسوبر المصري بس.
بعد كده دي اللي هتدي بقى الدفعه لقدام. بعد احترامي ليك، انت السنه اللي فاتت خدت السوبر الافريقي او بداتها بالسوبر الافريقي، مش هكمل يعني. الفرقه وقعت، في لعيبه كتير مشيت وفي لعيبه كتير كانت مصابه وفي لعيبه كتير اصلا يعني هي عايزه تمشي، باصه لبره اللي هو انا عايز اطلع هنا. زيزو قعد موسم كامل مع الزمالك، من بعد الماتش ده ما جاش اصلا بسبب ان هو عايز يمشي. ودي نقطه انا عايز اتكلم فيها. الوقت انت دلوقتي مثلا الزمالك عرض عليك جنيه وانا الاهلي عرض 10، قول لي انا مش موافق على الجنيه بتاعك وامشي. لكن مش كل يوم تطلع تدي تصريح 100 متر ان انت مش هتمشي وانت مشيت اصلا. بس انت خليك صريح عشان انت خسرت كل الجمهور ده، انت خسرتهم. انت مش اول لعيب يمشي من الزمالك يعني ولا اخر لعيب، مشي اللي كان مؤثر اكتر منه بكتير. ما ممكن يكون قال ان انا عايز امشي والاداره ما رضتش تمشيه، قالت له لا اطلع واجه الجمهور، فهو برده ما رضيش يلبس نفسه فقال لك برده همشي بقى يعني بالكوسه. التصرف اللي هو عمله ده ما لبسش نفسه. ما انت شايف وسام عمل ايه؟ ما علينا، خلينا في الاهم. تحب تقول ايه لنادي الزمالك في بدايه الموسم، وشايف هل هيبتدي بدايه قويه، وهل الزمالك هيقدر يعمل حاجه السنه دي ولا الاهلي هيكون متفوق كالعاده؟ بص، هو بعيد عن حاجه، سكواد الاهلي السنه دي صعب قوي، صعب قوي قوي. انت يعني اقوى سكواد في افريقيا السنه دي مثلا اخر 5 سنين، لا الاهلي كده احسن سكواد ليه. مفيش مكان عندك انت ما عندكش لعيب محترف فيه اصلا، حتى لو مصري. انت كسبان تريزيجيه وزيزو، يعني انت تريزيجيه ده بالنسبه لي انا محترف كواحد زملكاوي. ايوه فعلا. جايبه من بره. زيزو نفس الحوار، لعيب محترف. لعيبه كتير قوي كتير قوي قوي. بس وانت رجعت محمد شريف كمان، يعني انت فاهم انت مش ناقصك حاجه. عايز تقول اي حاجه قبل ما نقفل؟ هناخد السوبر المصري.